ثلاث معلومات سامسونج مش هتقولك عليها عن جالاكسي اس 25 الترا. اول حاجه ان الشاشه المستخدمه في اس 25 الترا هي تيبيكال نفس الشاشه في اس 24 الترا، والكود بتاعها اسمه M13، وهي نفس الشاشه في ايفون 15 برو ماكس. لكن ايفون 16 برو ماكس مستخدم شاشه سامسونج الجديده الكود بتاعها اسمه M14، وده بيديلك كلر رينج اعلى، دايناميك رينج افضل، وبيدعم ال HDR 10 بلس بشكل افضل بكتير. ليه سامسونج ما استخدمتهاش؟ I have no idea. تاني حاجه سامسونج مش هتقولك عليها انها مستخدمه في جالاكسي اس 25 الترا نفس حجم السنسور ونفس السنسور بالظبط اللي تم استخدامه في اس 24 الترا، وده معناه ان انت لو اشتريت اس 24 الترا هتاخد نفس الكاميرا تيبيكال الاساسيه اللي موجوده في اس 25 الترا. طب الاختلافات فين في اس 25 الترا؟ تبقى في حاجتين. اول حاجه هيبقى في الاي اس بي او معالج الكاميرا في كوالكوم 8 اليت، ده جبار جدا، وبالتالي التحسينات على الصور الثابته المفروض انها تبقى افضل بكتير، والشاتر لاج اقل بشكل بسيط، ولو ان في شاتر لاج برده في التليفونين 24 و25، فدول مش احلى حاجه لو بتصور حاجات بتتحرك بسرعه يعني. تاني حاجه المفروض ان الالجوريزمز والفوتوغرافي انجن الجديد اللي سامسونج نازله بيه، نازله بالجنريشن الثاني، قالت ان ده هيعمل تحسينات كتيره على الالوان وعلى الديبث ديتكشن وعلى دمج البكسلات مع بعض، يعني فيتشرز كتيره حلوه المفروض في البرمجه بتاعه كاميرات التليفون الجديد ليها علاقه بالمذر بورد، فالمفروض نشوف كواليتي اعلى. عايز رايي؟ الكواليتي مش احلى سبيشالي في الفيديو، يمكن الصور الكواليتي فعلا فيها احلى وتفوق على الايفون جامد، لكن للاسف لم يتفوق على ال 24 الترا في الاستابيلايزيشن ولا حتى الايفون في الاستابيلايزيشن. ثالث حاجه سامسونج مش هتقولك عليها، وهي ان البطاريه استخدمت نفس التكنولوجيا القديمه الموجوده في كل التليفونات القديمه، ومش مستخدمه التكنولوجيا الجديده اللي موجوده في تليفونات ون بلس او اونر او فيفو. التليفونات الصين الجديده بتستخدم بطاريات اسمها سيليكون كربون، دي بتبقى بطاريات ارفع في الحجم، وبالتالي اقدر احط ملي امبير اقوى في التليفون. فالتليفونات الصيني بدل ما كانت بتنزل ب 5000 بقت تنزل ب 6000 و 6500. الحاجه الثانيه انها بتستحمل سرعات شحن عاليه جدا توصل ل 120 واط ويمكن اعلى، والتليفونات بقت تتشحن في فترات قصيره جدا. تكنولوجيا سامسونج اللي نازله بيها هي تكنولوجيا قديمه مستخدمه بقالها سنين اللي هي الليثيوم ايون، وبالتالي تحس ان اس 24 الترا واس 25 الترا مفيش بينهم فرق كبير الا بعض التحسينات البسيطه، وبالتالي لو انت معاك 23 او 24 مش هتحتاج تعمل ابجريد خالص، التليفون مش هيبهرك، هو نفس التليفون بالظبط اللي في ايدك، تحسينات بسيطه جدا. وانت قول لي ايه اللي عجبك في اس 25 الترا، واكتر حاجه نفسك تشتري التليفون عشانها.